بسوريا بتقدر تلاقي أثر سيارة مرت من سنة، بس ما بتلاقي بنت راحت من أسبوع. هيك بلش النقيب رائد كلامه وهو عم يفتح ملف أزرق قديم بقسم الشرطة بحلب. ملف بدون عنوان، عليه غبرة سنين، بس جواته قصة بتشبه الكوابيس. قصة جديدة من حكايتي وحكايتك، قصة روان. بتموز 2021 بحي الأعظمية بحلب اتصلت أم روان، صوتها متوتر. بنتي راحت على المعهد وما رجعت. روان 20 سنة، طالبة حقوق، ذكية هادية ما عندها مشاكل وما معها جوال، بس دائما بترجع قبل المغرب. بس هالمرة اختفت. كاميرات الشارع بيّنت إنها طلعت من المعهد الساعة 6:23 المساء، ماشية لحالها بطريق فرعي ضيق، وبعدها ولا شي، اختفت كأنها تبخرت. اليوم التالي تم العثور على حقيبتها مرمية بحديقة مهجورة، جواتها ورقة مكتوبة بخط مرتب: أحياناً الغياب هو العقوبة العادلة. أنا ما قتلتها، هي اختارت إنه تختفي، بدون بصمات، بدون دم، بدون أثر. بلشت التحقيقات وظهرت 3 أسماء. أول واحد دكتور المادة، شايب ستيني نفوذه واسع. روان اشتكت لرفيقتها إنه بيحكي معها كلام غريب، بس كان مسافر خارج سوريا بوقت الحادثة ومعه ختم المطار. أما التاني باسل، زميلها الغامض، شاب انطوائي بحبها من طرف واحد. كتب رسائل حب، منها وحدة بتقول: إذا ما بدك تحبيني خليني آخدك معي للمكان اللي ما حدا بيوصله. بس كان بالشغل والكاميرات أثبتت. أما التالت جود، صديقتها المقربة، قالت إنه روان كانت بحاجة تمشاية لتصفي ذهنها، بس هاتف روان اللي ما كان معها أرسل إشعار من موقع فيه حساب باسم جود. تم استدعائها وتوترت، اعترفت بالغيرة بس أنكرت كل شي. وبالوقت اللي فيه كانت القضية عم تفشل، واحد من الضباط لقى ملف غريب بأرشيف قديم: مفقودات الجامعة من 2010 ل 2016، 6 حالات مشابهة، بنات جامعيات اختفوا بعد الدوام، نفس النمط، نفس الورقة، نفس النهاية. تم الإغلاق بسبب نقص الأدلة. كل الملفات بداخل الملف الأزرق. بمنتصف أغسطس مشفى خاص بحما استقبل بنت بحالة صدمة، بتشفه روان بشكل غريب. اسمها نوران، طالبة من طرطوس، مفقودة من 2017 وهي عم تهذي. روان راحت أول وحدة، ما بدي روح متلها. التحقيق تجدد، بس فجأة تم إغلاقه رسمياً، والسبب عدم توفر دليل جنائي. النقيب رائد رفض تسكير الملف وأخده على بيته. بكل ليلة كان يكتب عليه عبارة وحدة: الملف الأزرق لم يغلق بعد. مرت 3 سنين وما رجعت روان، وما تم اعتقال أي مشتبه فيه. بس كل شخص سمع القصة بلش يسأل: كيف بيختفي إنسان بهي السهولة؟ أو محتمل الجاني بيننا وهو هلأ عم يضحك. إذا كنت بتعرف شي عن روان أو عن أي وحدة من المفقودات، شاركنا قصتك بالتعليقات. وإذا بتحب قصص حقيقية وغامضة اشترك بالقناة، لأنه القادم أخطر.